ده يا شباب تلخيص أول 3 دروس عضوية. بالنسبة للمخططات هتلاقيني سايب لك لينك في وصف الفيديو للمعادلات. يلا بينا يا شباب نبدأ على طول فين؟ في التلخيص على طول بتاع أول 3 دروس. في الأول كده كيمياء العضوية، كيمياء العضوية. أنا عشان أحكم إن المركب ده عضوي لازم ألاقي فيه حاجتين: عنصر الكربون وعنصر الهيدروجين. الكربون والهيدروجين. طيب قال لك باستثناء مركب واحد بس اللي هو هتلاقي فيه كربون وهيدروجين مش بحكم عليه ان هو مركب عضوي، اللي هو مركب البيكربونات HCO3. ده مش بحكم عليه خالص ان هو ايه، مركب عضوي. انما اغلب المركبات بعد كده اللي عليها كده هتلاقي فيها كربون وهيدروجين على طول وانت مغمي مركبات عضوية. طيب حلو خالص. خدنا في بداية السنة إن العالم بارازيليوس قسم المركبات إلى نوعين. يبقى بارازيليوس ده قسمها لنوعين: مركبات عضوية ومركبات غير عضوية. طب يا عم بارازيليوس انت بتحكم على المركبات دي عضوية وغير عضوية منين؟ قال لك والله العضوية اللي هي بتستخلص من أصل نباتي أو حيواني أو حيوان. ماشي. طب وانت بقى احكم عليها غير عضوية ليه؟ قال لك والله دي جاية من أصل معدني، يعني من باطن الأرض. ليه يا عم حكمت كده على المواد دي؟ الكلام ده كان عام 1806، عشان التاريخ لو عايزينه 1806 بارازيلس. ماشي. قال لك والله العظيم الخلايا بتاع الكائنات الحية، سواء كانت الكائنات الحية دي بشر أو نبات، المهم الخلايا بتاع الكائنات الحية دي جواها قوة اسمها القوة الحيوية. اسمها القوة ايه؟ الحيوية. وسمى النظرية بتاعته نظرية القوة الحيوية لبارازيليوس. هو عام 1806 قال لك والله احكم على مركب عضوي لما يكون جاي من اصل نباتي او حيوان. طب ليه؟ قال لك اصل هو جاي من الخلايا بتاع الكائنات الحية. يعني الخلايا اللي في جسمنا دي او في النبات جواها قوة اسمها قوة حيوية، هي المسؤولة عن خروج المركب العضوي. طب في تفسير للكلام ده؟ قال لك لا. ماشي ماشي. دي بقى في عام 1828 عالم اسمه فوهلر. فوهلر ده عمل ايه؟ قال لك حطم النظرية بتاعت بارازيليوس اللي هي بتاع القوة الحيوية. ايه بقى اللي حطمه؟ بارازيليوس كان بيقول ان احنا مش بنجيب المركبات العضوية الا من الخلايا بتاع الكائنات الحية من المصدر. يعني مش هينفع احضرها في المعمل، لا تحضر في المعمل هنا او المختبر. انما فولر حضر مركب سماه اليوريا. حضر مركب مين؟ اليوريا او البولينة. وده من ضمن مكونات بول الثدييات. يعني مش هو بول الثدييات، لا، هو من ضمن المكونات بتاع بول الثدييات. ماشي. طب حضروا ازاي؟ قال لك حضر من مركبات غير عضوية وحضروا في المعمل. طب ايه هما المركبات دول؟ قال لك سخن محلول مائي لمين؟
لمركبين غير عضويين هما كلوريد الامونيوم وصيانات الفضة. اهو جاب كلوريد الامونيوم NH4Cl فعلوا مع صيانات الفضة AgCNO. سخن الباشا الاتنين، سخن، راح حاصل منه الموجب راح للسالب، والموجب والسالب اللي هنا جاب الموجب ده، فطلع معاك NH4CNO زائد AgCl. ده رصب ابيض لما بيتحول، لما بيشم الهواء او يشوف الضوء يعني بيتحول لبنفسجي في الباب التاني. ده بقى مين؟ قال لك ده مين؟ ده الباشا ده صيانات الامونيوم. قال لك دي بتسخنها تتفكك بقى، تروح مدياك اليوريا. اكتبها ازاي اليوريا؟ بتروح كاتب السي ماسكه في الاو، وهنا ان اتش 2، وهنا ان ماسكه في اتش. ده بقى اليوريا او البولين. قال لك هو حضر ده من مركبين غير عضويين اللي هو كلوريد الامونيوم وصيانات الفضة. راحوا متفاعلين مديك صيانات الامونيوم، خدوا سخنوا اتفك اداك اليوريا. يبقى صيانات الامونيوم مركب غير عضوي، انما لما اتفك اداك اليوريا مركب عضوي، وهما الاثنين نفس الصيغه جزيئيه واحده. تمام؟ يبقى هما الاثنين ايزومرين لبعض. يبقى صيانات الامونيوم ايزومر لليوريا، واليوريا ايزومر لصيانات الامونيوم. ماشي. وفرق، ده مركب غير عضوي انما ده مركب عضوي. فرق يا صديقي. ماشي. ومن هنا بقى، من هنا أصبحت المادة العضوية تعرف على أساس البنية التركيبية وليس المصدر. على ثلاث الأزهر ليه؟ تقول استنى، لأن معظم المركبات العضوية التي حضرت في المختبرات لا تتكون إطلاقا داخل خلايا الكائنات الحية. يعني الكلام ده عكس اللي قاله بارازيليوس قال لك احنا بنجيب من الخلايا بتاع الكائنات الحية، يعني من المصدر. انما فولر قال لك لا، احنا بنحضر عادي. وده بقى كانت انطلاقه للعلماء، حضروا ملايين المركبات. طيب المركبات العضوية إلى غير عضوية. المركبات النسبة بتاعتهم، قال لك والله النسبة بتاعتهم كانت 20 هنا ل1 هنا. يعني انت لو عملت 20 مركب عضوي تعمل قصادهم هنا مركب واحد غير عضوي. ماشي، حلو الكلام ده يا سيدي. طب سأل ليه انا اعمل 20 مركب عضوي واعمل واحد بس غير عضوي؟ ايه السبب في كده؟ ايه هو سبب وفرة المركبات العضوية؟ ده سؤال عال ده. سبب وفرة المركبات العضوية. تقول استنى، ذرة الكربون دي اللي هي الأساس معايا في المركبات العضوية، قال لك ليها القدرة على الارتباط مع نفسها أو مع غيرها بعدة طرق. ممكن ترتبط برابطة أحادية أو ثنائية أو ثلاثية، زي آدي السي. التكافؤ بتاعها رباعي، فتمسك هنا في رابطة وهنا في رابطة وهنا رابطة وهنا رابطة. طب ثنائية أها كده، زي مثلا الهيدروجين، عفوا مع الأكسجين، وتحط لها هنا اتش وهنا اتش، إنما هنا تكمل كله اتشات.
ممكن تعمل رابطة ثلاثية، ادي السي تعمل 3 روابط كده. تمام يا صديقي، اهو 3 روابط رابطة ثلاثية، رابطتين ثنائية ورابطة أحادية. فأنا أقدر أعمل ملايين المركبات هنا برابط أحادية، وملايين المركبات برابط ثنائية، وملايين المركبات برابط ثلاثية. حلو. قال لك في سبب تاني، قال لك قدرة أو قد ترتبط ذرة الكربون مع بعضها بعدة طرق برضه، بس هنا إما هتكون على هيئة سلسلة مستمرة، يعني تلاقيها كده سي ماسكة في سي ماسكة في سي ماسكة في سي، دي سلسلة. ومستقيمة، أو تكون سلسلة متفرعة كده اهو متفرعة، أو حلقة متجانسة سي، هنا سي 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 اهو، حلقة كلها كربون، أو حلقة غير متجانسة. يعني ايه غير متجانسة؟ يعني تلاقي فيها حاجة مختلفة، فيها إنها إن إن، يبقى دي حلقة غير متجانسة، هنا حلقة متجانسة، هنا سلسلة متفرعة، هنا سلسلة متفرعة. كل ده أقدر أعمل مركبات كتيرة جدا. كل هذا جعل إن أنا أقدر أعمل مركبات عضوية أكتر من المركبات الغير عضوية. يبقى ده السبب في وفرة المركبات العضوية. الفرق هنا اهو، ركز معايا. وجه المقارنة المركبات العضوية والمركبات غير العضوية. من حيث التركيب والله المركب العضوي لازم يحتوي على الكربون، إنما المركب الغير عضوي قد يحتوي وقد لا. يعني مثلا لو مركب زي NaCl ما فيهوش كربون يبقى غير عضوي. طب ممكن زي مثلا كربونات الصوديوم، لا فيه كربون وده مركب غير عضوي. الذوبان قال لك المركبات العضوية انت بتقول عضوي يبقى مش هتذوب في الميه، لكن تذوب في المذيب العضوي زي البنزين. هنا المركبات الغير عضويه تذوب في الماء غالبا. طالما ما دابتش يبقى الانصهار والغليان ضعيف، يبقى درجه الانصهار ودرجه الغليان للمركبات العضويه ضعيفه، انما المركبات الغير عضويه عاليه جدا لانها بتدوب في الميه. الرائحه لا، انت بتتكلم عن مركبات عضويه اساس الريحه، اساس الريحه يبقى لها رائحه مميزه. المركبات الغير عضوية قال لك عديمة الرائحة. طب الاشتعال انها تولع، يعني استنى يا معلم، انت بتقول لي كربون، اكيد طبعا اكيد طبعا قبل الاشتعال لما تطلع غسان اكسيد الكربون والميه. انما المركبات الغير عضوية غير قابلة للاشتعال، ولو اشتعل منها جزء بتطلع غازات تاني. ماشي. طب انواع الروابط قال لك المركبات العضوية الروابط اللي فيها روابط تساهمية، انما المركبات الغير عضويه روابط ايونيه وبعضها تساهمي، بس الاساس ان هي روابط ايونيه يعني بين موجب وسالب. انما التساهمي كل واحد بيشارك بالكترون، انا شارك بجنيه وانت شارك بجنيه فنعمل رابطه 2 جنيه. التوصيل الكهربي قال لك المركبات العضويه مواد غير الكتروليتيه، ويسالك هنا عالي اللي طلبت الازهر ليه المركبات العضويه غير جيدة توصيل الكهرباء؟ تقول لأنها مواد غير إلكتروليتية، يعني مش بتوصل التيار الكهربي لعدم قدرتها على التأين، يعني مش بتتأين بسرعة، يعني مش بتتفك الموجب وسالب بسرعة. ماشي. ولو اتفكت بيبقى ضعيف قوي. نروح الجنب التاني، مركبات غير عضوية لا، دي مواد إلكتروليتية فتوصل التيار لأنها عندها القدرة على التأين، هتديك موجب وسالب كتير. طب السرعة بتاع التفاعل طالما تساهمي، طالما الرابطة التساهمية يبقى ضعيفة لأن لما تتم بين جزيئات بنشارك. إنما هنا الأيونية اللي هي في المركبات الغير عضوية سريعة لأنها بتتم بين أيونات موجب وسالب. البلمرة والمشابهة الجزيئية اللي هي الأيزومريزم دول خاصين بس بالمركبات العضوية ومش موجودين خالص في المركبات الغير عضوية. ماشي يا صديقي. الصيغة، نخش على الصيغة. عندي 3 أنواع من الصيغة. صيغة هنا
جزيئية وصيغة بنائية وفي أولية وفي بنائية مكثف هنعرفها دلوقتي. الصيغة الجزيئية قال لك أما تبين نوع وعدد الذرات زي الميثان. خلاص يا مستر أنا عرفت إن أنا معايا كربون وهيدروجين بس، هي كمان عددهم 4 هيدروجين وواحدة كربون بس، يبقى الصيغة الجزيئية تبين العدد والنوع فقط. إنما البنائية قال لك لا، لما تبين النوع والعدد وطريقة الارتباط. يعني هتكتب لك السي ماسكة هنا في اتش وهنا اتش عرفتني ان معايا واحدة كربون ومعايا 4 هيدروجين، وازاي ال4 هيدروجين ماسكين في الواحدة كربون، طريقة الارتباط. عشان كده احنا بنستخدمها دي ودي مهمة خالص. الأولية قال لك دي أبسط نوع، أبسط نوع. يعني معاك مثلا مركب زي كده C4H8 عايز تختصره، فهتعمل له تجيب له الصيغة الأولية اكس من هنا على 4 فيها 1 على 4 فيها 2 يبقى CH2. دي بقى صيغة أولية، إنما دي صيغة جزيئية. حلو الكلام؟ يعني لو معايا صيغة جزيئية أقدر أجيب الأولية، ولو معايا أولية أقدر أجيب الجزيئية. ماشي. أمال إيه بقى يا أستاذ الصيغة البنائية المكثفة؟ لا، ده زي مثلا لو معاك مركب زي كده مثلا خليها اتشد كله. انا هكثف يعني هجمع، تقول لي استنى السي دي معاها 3 يبقى السي ماسكه في 3 والسي دي ماسكه في 2 والسي دي ماسكه في 2 والسي دي ماسكه في 3. دي بقى اسمها مكثفه، مكثفه. تمام؟ اوكي ماشي يا سيدي، حلو الكلام ده. هي كمان عايزين نقوله حته مثلا على المتشابهه الجزيئيه او الايزوميريزم. هي الايزوميريزم او المشابهه الجزيئيه، ركز. المشابهه الجزيئيه قال لك هي ظاهره وجود عده مركبات عضويه، ظاهره وجود عده مركبات عضويه. مالها بقى؟ قال لك لها صيغة جزيئية واحدة ولكنها تختلف في الشكل البنائي. يعني تتفق في الصيغة الجزيئية وتختلف في الصيغة البنائية. طب لو اختلفت في البنائي يبقى تختلف في الخواص الفيزيائية والكيميائية. طب زي ايه؟ المثال اللي كان عليك الصيغة بتاعت C2H6O دي كان لها نوعين، كان ليها شكلين. صيغة واحدة جزيئية لكن أقدر أرسمها مرتين، ككحول أو إثير. الكحول إنك هتلاقي الOH في الطرف كده فتروح ماسك فيها كده، آدي السي وآدي السي. السي دي تاخد اتشين عشان عامله رابطه هنا وعامله رابطه هنا، ادي 4 يبقى السي دي معها رابطه يبقى ناقصها 3. وادي الاتش في الطرف ده كحول، سي 2 اتش 5 وواحده 6 وادي او. هنا اسير قال لك هتجيب الاو دي في النص، قال لك هتجيب الاو دي فين؟ في النص وتحط هنا سي مع سي اتش 3 وهنا سي مع سي اتش 3. يبقى دي سي وسي 2 سي 3 و3 يبقى دي 6 وادي في النص، ده يسير. يبقى ادي شكليا لصيغه واحده
قال لك سمى الكلام ده مشابهة جزيئية أو أيزومير أو تشكل. صعبة؟ لا مش صعب، أنا فاهم لحد دلوقتي يا أستاذ. طيب ده إيه؟ ده إيثير ثنائي الميثايل، إنما ده كحول إيثايلي أو إيثانول. ماشي ماشي يا سيدي. وطبعا مختلفين في الخواص الكيميائية والخواص الفيزيائية، هتلاقيهم في الكتاب. تمام، عشان مهمين. الكشف عن الكربون والهيدروجين. أنا بكشف عن الكربون والهيدروجين عشان أقول إن أنا فعلا المركب ده عضوي. طب بنعمل إيه؟ قال لك أما بجيب أنبوبة نايمة أفقية نايمة يا بخت، تحط فيها مادة عضوية. المادة العضوية دي ممكن تكون قماش، بلاستيك، رغيف عيش، جلد، زجاج، أي حاجة، ورقة، وتضيف لها أكسيد نحاس أسود. هي أكسيد نحاس أسود ده اللي هو CuO. ماشي. وتسخن الأنبوبة، تحطها على لهب يعني وهي نايمة. قال لك بيطلع منها غازات، الغازات دي بتيجي طالعة من هنا، بتعدي هنا على كبريتات نحاس لا مائية CuSO4 لا مائية بيضاء، لا مائية بيضاء. فلما بيعدي هنا الأبخر أو تعدي هنا بخار، قال لك الغازات اللي بتطلع من هنا بعد التسخين، قال لك بتلاقي كبريتات النحاس اللامائية البيضاء دي لونها اتحول لكبريتات نحاس لونها ازرق. تقول لي استنى، كبريتات النحاس الزرقاء ده انا عارفها، دي الزرقاء دي اللي هي المائية، يعني هي كده امتصت المية. تاني يا مستر عشان الحتة دي مهم. تاني، ليه كبريتات النحاس اللامائية البيضاء اتحولت لزرقاء؟ اقول لك بس يبقى هي امتصت كده مين؟ المية، امتصت بخار المية اللي طالع من التسخين. تقول لي صدق انا خدتها في الباب الرابع ان كبريتات النحاس، كبريتات النحاس زرقاء، كانت ثنائية زرقاء، بس المائية ولا لا مائية؟ لا مائية، يعني فيها مية. عشان كده كبريتات النحاس اللامائية البيضاء لما امتصت بخار المية اتحولت لكبريتات نحاس مائية. صح كده؟ صح اهو. وادي المعادلة، ادي الهيدروجين اتفاعل مع CuO راح مطلع لك بخار المية. طب بخار المية ده يا باشا ده دليل على ايه؟ استنى، ده دليل والله ان انا معايا في المادة العضوية هيدروجين واكسجين. طب انا مش عايز الاكسجين لان انا الاساس بتاع الكربون والهيدروجين، يبقى خلاص انا بتكلم عن المية فيها اتش، يبقى الاتش دي هي اللي جاية من مين؟ من المادة العضوية ولا من CuO؟ تقول لي استنى، هي طلع معاك مية، المية فيها O، يبقى الأكسجين ده هو اللي جاي من الأكسيد النحاس، يبقى الهيدروجين هو اللي جاي من المادة العضوية. صح كده يا مستر؟ كده يبقى أنا أثبتت إن المادة العضوية أما تحتوي على هيدروجين. تمام. يبقى يقول لك ايه اللي استفدته انت لما كبريتات النحاس امتصت، كبريتات النحاس اللامائيه امتصت بخار الميه؟ تقول لي لا، هي امتصت بخار الميه اللي بخار الميه فيه هيدروجين واكسجين، الاكسجين ده جاي من اكسيد النحاس، يبقى الهيدروجين جاي من الماده العضويه. ها اكسيد نحاس طلع اكسجين، يبقى الماده العضويه اللي طلعت هيدروجين. حلو. قال لك في الانبوبه هنا، في الانبوبه الثالثه بنحط ماء جراك اللي هو اكسيد الكالسيوم. قال لك بنبص عليه الجنيه اتعكر. تقول لي بس يا مستر اللي بيعكر الكلام ده انا عارف، ده غاز ثاني اكسيد الكربون. تقول لي طب اجف، ثاني اكسيد الكربون ده مش فيه كربون واكسجين؟ اقول لك ايوه. طب الكربون جاي منين والاكسجين جاي منين؟ تقول لي استنى، اكسجين ده جاي من CuO، جاي من اكسيد النحاس،
يبقى الكربون جاي من المادة العضوية، يبقى فعلا المادة العضوية اللي أنا حطيتها اللي هي القماش أو الجلد أو الزجاج أو العيش أو الورق فيها هيدروجين وفيها كربون. ده وظيفته مصدر للأكسجين. تمام، مصدر للأكسجين. لو استبدلت انت ده سي يو بدل السي يو ده مثلا حطيت ذات ان او او ام جي او، ده ما ينفعش. المواد دي تحب الاكسده، تحب الاكسده، فهتمسك في الاكسجين مش هتطلعه. لكن السي يو ده تحت في المتسلسله فبيحب الاختزال فبيطلع الاكسجين. ذات ان ده غلط. الهيدروكربونات، انا عندي الهيدروكربونات في منها اليفاتيه وفي منها اروماتيه. الاليفاتي في منه نوعين، مفتوح السلسله يعني مش حلقه، سلسله، وفي حلقه مشبعه. الحلقه المشبعه دي مفيش غير منه، يعني بيبقى حلقه. هلكان حلقي ممكن يبقى بنتان حلقي او هكسان حلقي. وهنعرف يعني ايه حلقي. حلقي يعني شكله دائري، ماشي، بس فرق حلقي مشبع. يعني ايه يا مستر مشبع؟ يعني الروابط بتاعته روابط احاديه، روابط كلها سيجما. ماشي، سيبك من الارومات دلوقتي. انما مفتوح السلسله قال لك في منه نوعين، في مشبع وغير مشبع. المشبع تاني الروابط كلها احاديه من النوع سيجما. انما الغير مشبع في نوعين، في الكين وفي القاين. الكين والقاين. يعني ايه الكين والقاين؟ استنى يا مستر. غير مشبع يعني عندي رابطه ثنائيه او رابطه ثلاثيه. طب لو رابطه ثنائيه يبقى الكين، طب لو رابطه ثلاثيه يبقى القاين، طب لو رابطه احاديه يبقى الكان. طب الكان ايه بقى؟ الكان اليفاتي ولا الكان حلقي؟ تقول لي لا، الكان اليفاتي لو كان سلسله وهيبقى مشبع، انما لو كان حلقه يبقى الكان حلقي وبرضه مشبع ورابطه احاديه. حلو الكلام، حلو الكلام. تعال نعرف بقى الصيغ والكلام ده براحه. ركز بقى معي اهو، معاك هنا الكان، الكين، القاين. هنا اخرنا في الالكان المقطع ان، هنا اخرنا في المقطع اين، هنا اخرنا في المقطع اين. قال لك ده رابطه احاديه، هنا رابطه ثنائيه، هنا رابطه ثلاثيه. الاحاديه دي سيجما، هنا واحده باي واحده سيجما، هنا 2 باي وواحدة سيجما. ده خامل لأنه عنده سيجما صعبة الكسر فمش بتدخل في التفاعل. إنما هنا أنشط لأنه عنده الرابطة باي ضعيفة سهلة الكسر. طب ده عنده 2 باي يبقى ده أنشط خالص. الصيغة بتاعت الألكان قال لك سي ان اتش 2 ان زائد 2. ماشي. طب هنا قال لك هنا سي ان اتش 2 ان. طب الالكاين سي ان اتش 2 ان ناقص 2، يعني ده عكس ده. هنا زود 2 في الالكان، في الالكان اطرح 2. ودي نفس صيغه الالكان الحلقي برضه، يعني ايزومر ليه اهو، ايزومر للالكان الحلقي نفس الصيغه. طب ناخد مثال. هنا قال لك السي دي ممكن تكون اكبر او تساوي من الواحد، زي المثال سي اتش 4. طب لو سي 2 يبقى 2 في 2 ب 4 زائد 2 6 يبقى اتش 6 يساوي. حلو.
طب هنا قال لك لا، هنا لازم السي دي تبقى اكبر من الواحد عشان احقق الكلام ده، لان لو بقى السي واحد فسي واحد يعني واحد، اتنين في واحد باتنين فمش هتنفع، فلازم تبقى السي اكبر من واحد، فممكن تبقى اتنين، فسي اتنين هتبقى بتشد ضعف بقى أربعة، ده اي سي. هنا برضو السي تبقى أكبر من الواحد، خليك في الاتنين، يبقى السي تو يبقى اتنين، هنا اتنين في اتنين بأربعة ناقص اتنين يبقى اتنين، اتش اتنين، فهترسم ده الإيسان سي سي رابطة، يبقى كل واحد ناقص تلاتة، واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة اتشات، دي ادي السي ادي اتنين، ادي هنا الرابطة معاك اربع اتش، ادي واحد ادي اتنين ادي واحد ادي اتنين ادي اتنين واتنين اربع، بس كل واحدة ماسكة في تلاتة يبقى ناقصهم اتش اهي. هنا سي سي معاك اتشين، ادي اتش وادي اتش، كل سي معها رابطة يبقى ناقصها تلاتة، ادي واحد اتنين تلاتة، ده الايثاين ده الايسين ده الايثان. صعب الكسر سهل الكسر، اسهل جو في الكسر. ماشي، ناخد ايه كمان؟ احفظ معايا دول قبل ما نخش فين في حتة ال قبل بقى ما نخش في حتة مين الخواص. الميس سي واحد، قيس سي اتنين، بروب سي تلاتة، بيوت سي أربعة، بنت سي خمسة، هكس سي ستة، هبت سي سبعة، أكت سي تمانية، نون سي تسعة، ديك سي عشرة. حلو الكلام، احفظهم زي اسمك. وبيختلف، لو هتكلم عن الألكان هقول إيثان، بروبان، حط المقطع آن. طب هتكلم عن الألكين هقول بروبين، بنتين، هكسين. طب هتكلم عن الألقاين هقول بروباين، هكساين، بنتاين. ماشي ماشي يا سيدي. عندك الصيغة دي اسمها سي اتش 2، اسمها ميثيلين، والكتلة بتاعتها ب 14. عندك الصيغة دي سي اتش 3 اسمها ميثايل، ده جاي من الألكان منزوع منه اتش، الكان منزوع منه اتش، يعني زي الميثان مثلا سي اتش 4 حش منه اتش فيديك سي اتش 3. ميثان بيجي ميثايل، يعني حشت المقطع ان وحطيت المقطع ايل. طب لو كان ايثان ايثايل، بروبان بروبايل، هبتان هبطايل، وهكذا. احفظهم زي اسمك دول اهو. هبص الباشا رابطه احاديه ولا في ثنائي ولا في ثلاثي؟ لا ده احادي، يبقى ده الكان. خلص الكان يعني احط في الاخر المقطع ان. ماشي، قال لك هنعد منين؟ قال لك هنعد من اللي يديني اقل تفرع، من اللي يديني اقل تفرع. ماشي يا سيدي، عد واحد اتنين تلاتة أربعة. ما في لما بختار أطول سلسلة، أطول سلسلة معروفة يعني دي. واحد اتنين تلاتة أربعة. طب واحد اتنين، الفرق هنا اتنين والفرق هنا اتنين، خلاص طالما تسود الفروع من هنا ومن هنا خد الأبجدي. الأبجدي بي برو، إنما ده ميثايل إم، البي قبل الإم يبقى أبدأ من هنا واحد اتنين تلاتة أربعة، فهسمي ده أقول اتنين برومو، تلاتة ميثايل، وهم أربعة يبقى بيوت
رابطتان. صعب الكلام سهل الكلام. طب لو كان في رابطة هنا، لا رابطة ثنائية أو ثلاثية مش هعد بقى من اللي يدينا أقل تفرع، لا ده أنا لازم أعدي على الرابطة، لازم أعدي على الرابطة بس من جنب الجرايب ليها. يبقى أبدأ من هنا 1 2 3 4 سواء كانت ثنائية أو ثلاثية. تمام؟ ملحوظة الرابطة لو بين 1 و2 بحسبها تبع 1، طب لو بين 2 و3 بحسبها تبع 2، لو 3 و4 بحسبها 3، بروح للرقم القليل سواء ثنائية أو ثلاثية. في الترتيب الأبجدي احفظ معايا دول: مجموعة الأمينو رقم 1 أمينو، بعد مجموعة الأمينو بيجي بعد كده البروم، وبعد كده الكلور، وبعد كده الإيثايل، وبعد كده الفلور، ده أبجدي. وبعد الفلور ممكن يجي معاك اليود، وبعد كده بيجي معاك الميثايل، وبعد الميثايل مجموعة النيترو NO2، وبعد كده الفينول اللي هي حركة البنزين دي. ماشي ماشي يا سيدي، فينول، وبعد فينول ده خليها كده عشان احط حاجة، وبعد عندك كده البروبايل اللي هو C3H7 بروبايل اهو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ده ترتيب أبجدي، اللي هتلاقيهم دول ابدأ بالترتيب ده لو لقيتهم مع بعض. عشان كده لما لقيت الميثايل والبروم، بص البروم رقم 2 انما الميثايل رقم 7، فبدأت بالبروم. حلو الكلام ده. هي كمان تاني عايزين نشرحه الميثان بقى. الميثان الجهاز بتاعنا هتلاقيني شرحهولك انا في فيديو لوحده، الميثان بكل تركاته. فتعالى بقى نخش على الخواص سفيان، نخش على الخواص الفيزيائية والخواص الكيميائية. ماشي، ناخد مع بعض هنا الكان، الكين، الكاين. خواص فيزيائية، قال لك والله الخواص الفيزيائية الكربون من C1 ل C4 غازات، طب من C5 ل C مثلا 17 قال لك ده سائل. ماشي، طب من C17 والفوق قال لك ده صلب. ده في الألكان، ده خواص فيزيائية. طب في الألكين من C1 لحد C4 ولا C5 لحد C4 زي ما احنا برضو C4. ماشي، يعني بس من C2 كمان مش من C1 هتلاقيها غازات، ومن C5 ل C15 سائل، ومن C15 لفوق صلب. ماشي، قال لك هنا بزيادة ذرات الكربون تزداد، خد عندك اللي بيزيد درجة الغليان والانصهار والكتلة المولية، كل ده بتزيد معاك، يعني يقل التطاير. ما هو عايز حرارة كتيرة فالتطاير بتاع الفوق قليل، يبقى الثبات كتير. H4 احرجه في الأكسجين، C2H4 احرجه، C2H2 احرجه. ماشي، والله في الألكان يا غالي بيطلع معايا لازم أي حرج يطلع معايا حاجتين: ثاني أكسيد كربون ومية، ثاني أكسيد كربون ومية. إنما هنا هيطلع CO2 زائد المية، بس ده
بيتحرق منه، ده اسمه احتراق تام. ده له نوع تاني غير تام. يعني ايه غير تام؟ بيطلع نفس الكلام بس فيه زيادة منه، اللي هو لهب بيطلع زيادة منه، ده في الألقاي. طب ازاي احسب عدد ذرات ثاني اكسيد الكربون؟ قال لك عدد ذرات الكربون اللي هنا هو نفس عدد ذرات الكربون اللي هنا ثاني اكسيد الكربون. طب انما عدد مولات الميه قال لك لا، تشوف الاتش وتقسمها على 2. يعني هنا 4 يبقى هنا يبقى 2. طب هنا 4 يبقى هنا 2. هنا 2 يبقى هنا 1. تمام؟ ماشي يا غالي؟